يا جماعه انا عايز اقول لكم حاجه مهمه جدا. الحياه بقى لونها كارتي، وانا كارتك وانت كارتي، كارتي 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 كارتي. الحياه بقى لونها بامبي. لا، الحياه مش لونها بامبي خالص. النهارده النادي الاهلي مش بامبي خالص. النادي الاهلي النهارده سيء للغايه. عايزين تعرفوا تحليلي انا للقاء؟ انا مش هقول تحليلي، انا اقول لكم حاجه واحده بس. العب بقى يا عم، خلي عندك دم. بالدم بالروح. الماتش مش هيروح، والماتش راح. اسمعنا يا خطيب، اسمعنا يا خطيب. النادي الاهلي ده بتاعنا، ده حيال جمهور النادي الاهلي. ريبيرو امشي، ريبيرو امشي. ده كلام جمهور النادي الاهلي. لعيبه النادي الاهلي بلا روح، بلا شخصيه، اداء سيء للغايه. والناس كانت بتزعل مني ما طلعت مع سيف زاهر وعصام الحضري وقلت الاهلي اضعف السنه دي من السنين اللي فاتت. قعدوا يقولوا لي سكواد وبتاع، قلت لهم يا جماعه مش بقوه الفرق. ريال مدريد عامله ازاي وجابت امبابي وما خدتش ولا بطوله، وباريس سان جيرمان مشت اهم لاعيبتها وخدت بطولات. تكوين الفرقه مش بكثره النجوم، تكوين الفرقه بالروح والاداء والجديه اللي معروف عنها النادي الاهلي. على العموم الحياه النهارده كان لونها كارتي، والدوري قوي جدا، والناس مستنيه ماتش وادي دجله بكره امام الزمالك. ايه اللي هيحصل فيه وشكل الدوري وترتيبه؟ استناكم بكره.